طبعا كلنا عارفين ان احنا في زمن فيه تطورات كتيرة جدا، وفي حاجات موجودة دلوقتي ما كناش نتخيل ان هي تبقى موجودة. وكوكب الارض فيه 8 مليار شخص او اكتر من نصهم بيستخدموا الانترنت وبيتواصلوا مع بعض. بس لحد الان في قبائل ما تعرفش حاجة عن الكلام اللي احنا وصلنا ليه ده، ولا التطورات دي كلها، ولا اي حاجة عن التواصل ولا الانترنت ولا غيره، ولا اي حاجة عن العالم الخارجي. ودول معظمهم في امريكا الجنوبية. طب هما ليه منعزلين كده؟ قبل ما ندخل في الموضوع، اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت حلو، ودعمكم ده هيفرق جدا معايا ان اكمل. المهم ما تنسوش الصلاة على النبي، ويلا نشوف ايه الحكاية. لو لاحظنا مع بعض كده هنلاقي ان كل القبائل دي موجودة في كل حتة في العالم، سواء في اوروبا او افريقيا او الامريكتين او اسيا او ايا كان. بس مع الانفتاح اللي احنا فيه ده بقت قبائل قليلة جدا اللي موجودة زي كده، واغلبهم فين؟ في امريكا الجنوبية، وبالظبط في غابات الامازون. طب ليه القبائل دي بعد كده ما حاولتش تتواصل مع العالم الخارجي وتتعامل ويبقوا عاديين جدا؟ زي ما قلنا انهم موجودين في امريكا الجنوبيه بالتحديد بسبب غابات الامازون. وغابات الامازون بتميز امريكا الجنوبيه عن باقي قارات العالم، وعدد السكان فيها مش كبير في المنطقه دي. والغابات دي تعتبر مميزه للقبائل المعزوله. طب ازاي؟ عندهم اكل وشرب وبيوت. طب ازاي بقى؟ الشرب مياه الامطار، الاكل غابات الامازون عندها تنوع نباتي وحيواني يعني مش هيغلبوا، والبيوت ان هي الغابات دي صعب ان حد يدخلها لانها بتتكون من اشجار وحشائش متماسكه في بعض، فبالنسبه ليهم دي بيوت ليهم. طب واحنا ليه ما جربناش ان احنا نتواصل معاهم ونعرفهم على العالم الخارجي بتاعنا والتطورات اللي حصلت؟ بس للاسف قرارات ان هم يتواصلوا معاهم كانت بتؤدي لكوارث كتير جدا. واول محاولة تواصل معاهم كانت البعثات الاستكشافية اللي بتطلع من اوروبا سنة 1492، ودي كانت كارثة يعتبر بالنسبة ليهم، لان هي كانت بنية الغزو. والقبائل دي ما كانتش تعرف حاجة عن العالم الحديث، يعني ولا لبسهم ولا شكلهم ولا السلاح اللي معاهم ولا اللغة بتاعتهم. بس في البداية حاولوا يتعاملوا معاهم بكل سلام عشان يعرفوهم على الارض ومواردها، بس التصرف ده كان خطر على القبائل دي، وهنعرف ليه مع بعض. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي وما عملتش لايك وسبسكرايب، انزل اعمل لايك وسبسكرايب واطلع كمل الفيديو تاني. المهم الاوروبيين كانوا بيعيشوا في تجمعات كبيره، والتجمعات دي الانسان كان بيعيش جنب الحيوان، وكان بيبقى فيه امراض كتير جدا بتنتشر بينهم. بس مع الوقت اخدوا مناعه من الامراض دي، فبالتالي اللي اتواصلوا مع القبائل دي نقلوا ليهم كل الامراض دي، وهم طبعا ما يعرفوش عنها اي حاجه ولا عن علاجها ولا اي حاجه من الكلام ده. فبالتالي مات عدد كبير جدا منهم، ده غير الحروب اللي حصلت بينهم ادت لوفاة اكتر من 90% منهم. والباقي منهم قرر ان هو ينعزل اكتر ويدخل في قلب الغابات ويتعمق فيها. وجزء كبير من القبائل دي السبب اللي خلاهم ينعزلوا اكتر الناس اللي بتقطع الاخشاب بطرق غير شرعية، لما اكتشفوا موقع بعيد عن الحكومة، والمواقع دي كان فيها قبيلتين والناس بتكسر بيوتهم، فدخلوا معاهم في صراعات ومات منهم ناس. والناس دي كل يوم كانت بتتظلم اكتر واكتر من تجار السلاح او المخدرات او اللي بيهربوا ذهب واخشاب بطرق غير شرعية. وطبعا ما كانش بيفرق معاهم لو طلع قدامهم حد منهم فبيقتلوا على طول. وفي حكومات عملت قوانين ان الناس دي تفضل معزولة زي ما هي حابة ويعملوا اللي هم حابينه. بس في ناس كتير حوالين العالم اعترضوا على القوانين دي، وقالوا انه من حقهم انهم يتمتعوا بالحياة المتقدمة دي وفرص العلاج والتعليم وغيره. اكتبوا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا ايه الصح اللي المفروض يتعمل في اللحظة دي. كل واحد يشارك برأيه، بس انا من رأيي كل واحد يعيش العيشة اللي هو حابب يعيشها ويختار نمط حياته بنفسه، وطبعا انت حر ما لم تضر. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وهستنى دعمكم في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية. وكان معكم حسن الخولي.